السلام عليكم. شاهدوا معي يا أصدقائي، عندما يواجه سكان إفريقيا تحديات الجفاف وقلة المياه يبتكرون حلولا فريدة لإحياء الأرض في المناطق الصحراوية. لا يعتمدون على حفرة واحدة أو اثنتان، بل يقومون بحفر الآلاف من الحفر التي تصنع بعناية على شكل نصف دائرة. هذه الحفر ليست عميقة جدا، لكنها تلعب دورا مهم في جمع مياه الأمطار التي تسقط خلال موسم المطر. بمجرد أن تمتلئ الحفر بالماء تبدأ دورة الحياة في العودة، حيث تزرع النباتات في داخلها وحولها لتستفيد من الرطوبة المخزنة، وتدريجيا تتحول أراضي القاحلة إلى مساحات خضراء. هذا العمل لا يعيد الحياة فقط للنباتات، بل يساعد أيضا في منع التصحر واستعادة التوازن الطبيعي للمنطقة. إنه جهد جماعي مذهل يحول الصحراء إلى بيئة تزدهر بالطبيعة. كما تشاهدون يا أصدقائي، انظروا إلى هذه الطبيعة وهذا الإبداع. لقد استفدنا في هذا الفيديو أن الإبداع والصبر يمكن أن يحول لا رضا القاحلة إلى جنوب خضراء. ما رأيكم في هذا يا أصدقائي؟